كروان مشاكل بيضحك في عزا ابن اسماعيل الليثي. انا فاهماك على فكرة، دي حالة بتيجي لناس كتير جدا ما بيقدروش يمسكوا نفسهم من الضحك اثناء العزا، بيبقى نفسهم يعيطوا ويتأثروا وهم من جواهم بيبقوا متأثرين جدا وزعلانين جدا على فكرة. بس الاطباء اختلفوا في تفسير الحالة دي. في دكاترة فسروا ده انه ده عرض من اعراض الاكتئاب، دكاترة تانيين قالوا ان ده اضطراب ثنائي القطب، في ناس تالتة قالت ان ده اضطراب في التعبير العاطفي. اخر حاجه توصلوا لها الاطباء ان الضحك الهستيري في غير وقته ناتج عن تشوهات معقده في الدماغ بتؤدي الى اختلال في افراز المواد الكيميائيه المسؤوله عن الحالات المزاجيه. فالحل الوحيد عشان تقدر تبطل ضحك وتمسك نفسك وانت في العزا ان انت تشغل نفسك، اما تعض على شفايفك، تعض في ايدك، حتى تمسك قلم، تعض في ايديك، تعمل اي حاجه تشغل نفسك بيها، تفتكر اي مواقف مؤثره بحيث تبطل ضحك. الموضوع يا جماعة في ناس خارج عن إرادتها أصلا وغصب